بر الوالدين من الأمور الواجب طاعته، فهي جنة في الأرض بنجني ثمرها مدى الحياة، وهنلاقي ثمرتها في الجنة ونعمة. قصتنا عن أشهر راقصات الخمسينات اللي دعا أبوها عليها بعدم دخولها الجنة. أهلا بيكم في حكايات غادة. فلو سمحت كن كريما معي، فإعجابك بالفيديو هيشرفني، وتنورني بالاشتراك وتفعيل الجرس فضلا منك. زينات علوي قدرت في فترة صغيرة تبقى من أشهر راقصات فترة الخمسينات والستينات اللي مليانة بالرقصات، بس هي قدرت تبقى من ألمع وأشهر راقصات الهوانم والأسطورة. لقبت بصاحبة الوجه الملائكي، ضحكتها المميزة اللي ما كانتش بتفرقها. اتولدت زينات علوي 19 أغسطس 1930 في حي الجمارك باسكندرية. أبوها كان تاجر وكانوا عايشين حياة متوسطة الحال. ماتت أمها من المرض وهي صغيرة. درست في معهد أنصاري التمثيلي اللي كان مؤسسه الفنان زكي طلمان باسكندرية. أبوها منحها من إن هي تكمل دراستها. لما وصل عمرها ل 16 سنة قعدت كده تفكر مع نفسها، وقررت إن هي تهرب من الراجل دوت ومن قسوته وضربه فيها. هربت من اسكندرية خالص وسابت له البلد وراحت للقاهرة، لعالم بقى الأضواء والشهرة، عشان تكمل دراستها في التمثيل وتحقق حلمها. ومن هنا كسرت قلب أبوها لدرجة إنه دعا عليها بعدم دخولها الجنة وتعيش حياة معاناة. راحت عند واحدة قريبتها كانت هربانة قبلها للقاهرة، بس قريبتها دي رفضت ان هي تقعد معاها في الشقة عشان كانت خايفة ان اهل زينات يجوا يعملوا لها مشاكل. بس ساعتها بقى زينات خافت ان هي ترجع تاني لابوها اصله يموتها، فعرضت عليها انها تشتغل معها في فرقة بديعة مصبي وتبقى واحدة من ضمن مجموعة من الراقصات. بعد مفاوضات كتير وافقت انها تتكلم مع بديعة عنها عشان تشتغل كواحدة من ضمن الراقصات. اول ما شافتها بديعة اعجبت بيها على طول، واشتغلت في البداية كواحدة من ضمن راقصة المجموعة اللي كانت بترقص لبضع دقائق. بس اول ما طلعت زينات على المسرح اعجب بيها الجمهور، وتحول الدقايق دي لربع ساعة كاملة ترقص على الطبلة وتمسك بالعصاية الصعيدية اللي اشتهرت بيها علوية. كانت زينات متمكنة بالرقص بالعصا، والعصاية دي كانت من أهم أسباب شهرتها كرقاصة. الفنان الراحل نجيب الريحاني لما شافها في كازينو بديعة أعجب بيها على طول، وقال لها خدي هنا وتعالي ده أنا هعمل لك تشاركي معايا في عمل مسرحي، واختار لها الاسم الفني اللي هو زينات. بعدها بدأ مشوار زينات السينمائي والمسرحي. انضمت بقى لفرقة شكوكو اللي كان معاه زوزو محمد وحورية حسن، وعلى رأسهم محمد شكوكو. سنة 1951 دخلت زينات عالم السينما، وكان أول فيلم ليها شباك حبيبي، لتتوالى بعدها الأعمال ورصدها في السينما 41 فيلم. رقصت زينات علوي أمام الفنانين ونجوم المجتمع والملوك والرؤساء. لقبوها المعجمين بزينات قلب الأسد. كانت زينات من أكتر الرقصات الملتزمة دايما، وبعدت نفسها تماما عن شباك الرجالة لدرجة إنها رفضت الزواج من رشدي أباظة أكتر من مرة عشان كانت بتحافظ على الصداقة اللي كانت بتربطها بينها وبين سامية جمال. كان من ضمن الفنانين اللي رفضت الزواج منهم الفنان عبد السلام النابلسي، اللي قال في أكتر من برنامج تلفزيوني وإذاعي إنه كان بيحبها بشدة وعرض عليها الزواج، بس هي رفضت. قعدت سنين وسنين ترفض الزواج من أي حد، لأنها كانت معتقدة إن كل الرجالة زي أبوها اللي كانت دايما بتتكلم عنه إنه كان بيعاملها بقسوة وبيضربها دايما. فعاشت حياتها عزباء بدون زواج. اتعرفت زينات علوي بالتعاطف الإنساني لزملائها، فقال عنها الكاتب الكبير أنيس منصور: من الذي لا يحترم زينات؟ وتحية كاريوكا. وكانت من أحسن راقصات جيلها ومثال للاحترام والالتزام بالمواعيد. فحكى الكاتب أنيس منصور عن موقف إنساني لزينات علوي. لما الشاعر كامل الشناوي كان منفصل عن عمله وهو فقير، طلب الزينات من أنيس منصور إن هو يرافقها لبيت كامل، وكانت الساعة 9 الصبح، وكانت عارفة إن كامل الشناوي بينام لحد الظهر. وكانت مفاجأة لكامل لما صحى من النوم ولقى في وشه زينات. فهم على طول هي جاية ليه، وقبل ما يتكلم خرجت مبلغ كبير من المال ليه، لكنه رفض كامل واعتذر منها. فقالت له ساعتها لو ما اخدتهمش هرمي نفسي من الشباك، وبالفعل كانت هترمي نفسها، بس هم انقذوها.
فسلمت عليهم والدمع في عينيها. ودي من المواقف الإنسانية اللي كانت معروفة بيها زينات علوي. زينات كانت متضايقة من معاملة الدولة العنيفة للراقصات ونظرة المجتمع ليهم وإطلاق لشرطة الآداب عليهم دايما. ده اللي خلاها تسعى بقى عشان تنشئ رقابة للراقصات لحماية حقوقهم، بس فشلت. بعدها اعتزلت الفن، وده للمرة الأولى سنة 1965. بعدها كده بشهور من الأزمة بقى المالية والديون اللي كانت متراكمة عليها، قدرت بقى قررت إن هي ترجع تاني للرقص. سنة 1971 اعتزلت زينات الرقص تماما وابتعدت عن الأنظار. عاشت حياة الفقر والمرض لسنوات طويلة، لدرجة إنها باعت عفش بيتها عشان تقدر تعيش، ورفضت إن هي تطلب المساعدة من أي حد، لدرجة إن بنت أختها قالت بعد وفاتها إنها رفضت حتى تقدم طلب للسادات عشان تتعالج على نفقة الدولة. عاشت ما يقارب 20 سنة بعيدة تماما عن الأنظار وعن المجتمع، في عزلة تامة. كان موتها بقى هو اللي مأساوي. ماتت في بيتها وحيدة وما اكتشفوش جثتها إلا بعد 3 أيام من وفاتها. اتوفت بمنزلها بالقاهرة ومحدش كان معها في الشقة، ما كانش جنبها غير الخمر والسجائر. وبالصدفة اكتشفت خادمتها اللي هي ما سابتهاش خالص حتى بعد الأزمة المادية اللي كانت فيها. أكد الطب الشرعي إن هي توفت بأزمة قلبية حادة. لترحل زينات علوي عن عالمنا 16 يوليو 1988 عن عمر 58 سنة. لو عجبك ما تنساش اللايك والشير وكون كريما معي، وما تنساش الاشتراك في القناة فضلا منك.